قصيدة في فهمهم، والله يعرفني بغير لغاتي. الناس عن وجعي ستغمض عينها، والله داوى موجعي بأناتي. والله داوى موجعي بأناتي. أنا تعبت، نفسي ارتاح. ناس كتير دايما بتقول الكلمة دي. أنا تعبان، الدنيا تعباني، مش بلحق أفرح. الحالة المادية خنقاني، الغلا تعبني. مش عارف أتجوز، مش لاقي شغل كويس، مش عارف أجيب شقة. حاسس إن حياتي سلسلة من الابتلاءات، مش لاحق أخد نفسي. حبيبي الغالي اصبر، إنما النصر صبر ساعة. جايب لك النهاردة الحل الأمثل للابتلاءات كلها، وكلنا عارفينه بس مش بنعمله صح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. يلي عايز تتجوز ومش عارف تجهز ولا تجيب شقة، ربنا وعد المستغفر بالذرية، والذرية مش هتيجي إلا بالزواج. يلي نفسك تشتغل شغلانة تريحك وسط الغلا والحالة المادية الصعبة لمعظم الناس، ربنا وعد المستغفر بالأموال. بس عارفين احنا بنستغفر ساعات وربنا مش بيرزقنا ليه؟ عشان بنستغفر غلط. بنستغفر الاستغفار اللي السيدة عائشة قالت عليه إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وانت بتستغفر يا حبيبي الغالي، عايزك تستشعر تقصيرك في حق ربنا. تفتكر كم مرة أخرت صلاة، كم مرة عينيك راحت لحاجة حرام، كم مرة اتكلمت مع بنت في الحرام، كم مرة عليت صوتك على والدك أو والدتك، كم مرة شربت سجارة، كام. افتكر ده وانت بتستغفر، واستشعر الندم، واستشعر قد ايه كرمك يا رب، قد ايه كرمك يا رب ما يستحقش مني عصياني ليك. حس بشعور التوبة وعاهد ربنا بقلبك اني هجاهد نفسي يا رب عشان اكون احسن. ده الاستغفار اللي ربنا بيحبه، ده الاستغفار اللي هيفتح لك ابواب الرزق كلها. والله